طارق كان شاب مكافح، سافر بره 5 سنين عشان يجمع فلوس الجواز ويفرش شقة تليق بجاسمين حبيبة عمره اللي وعدها إنه هيرجع يخليها أميرة. جاسمين كانت دايماً بتمثل الحب وتقوله في التليفون: يا طارق، أنا بستنى اليوم اللي نتجمع فيه في بيتنا، أنت شقة عمري كله. طارق رجع ومعاه شقة السنين، واشترى شبكة ألماظ وفرش شقة في أرقى منطقة، وكان بيصرف ببذخ عشان يفرحها. ليلة كتب الكتاب البيت كان مليان معازيم والزغاريد في كل حتة. طارق كان طاير من الفرحة لحد ما موبايل جاسمين وقع منها وهي بترقص ودخل تحت الكنبة. طارق نزل يجيبه وبالصدفة لقى الموبايل منور بريكورد تسجيل شغال لمكالمة بقالها ساعة. طارق استغرب، حط السماعة في ودنه وسمع الصدمة اللي شيبت شعره في لحظة. جاسمين كانت بتكلم خالد صاحب طارق الأنتيم وبتقوله ببرود: خلاص يا حبيبي، المأذون على وصول. طارق المغفل كتب لي الشقة باسمي النهاردة الصبح مؤخر، وأول ما يخلص الفرح هطلب الطلاق وآخد الشقة والشبكة ونبيعهم ونهرب أنا وإنت برا مصر. هو فاكر إن فلوسه هتشتري قلبي، بس قلبي معاك إنت بس. طارق الدم نشف في عروقه، بس ما كانش عاوز يهد الفرح بفضايح من غير دليل قاطع قدام الناس. كمل كتب الكتاب وهو بيمثل الابتسامة، وقبل ما المأذون يخلص طارق طلب من الدي جي يوقف الأغاني وقال: يا جماعة، أنا محضر مفاجأة لعروسة قلبي، فيديو بيحكي قصة حبنا من يوم ما سافرت. كل الناس بصت على الشاشة الكبيرة، وبدل صور الخطوبة طارق عرض تسجيل المكالمة بالصوت والصورة وصور شات بين جاسمين وخالد كان لقاهم في الموبايل. الصالة قلبت مأتم في ثانية، وأهل جاسمين كانوا هيموتوا من الكسوف. طارق مسك قسيمة الجواز اللي ما اتمضتش وقطعها في وش جاسمين وقال لها: الشقة اللي كتبتها باسمك النهاردة أنا عملتلك فيها توكيل بيع لنفسي قبل ما نمضي، يعني انت دلوقتي لا معاكي شقة ولا معاكي راجل، ومبروك على خايد الفضيحة. طارق قرد جاسمين وخالد من القاعة قدام الكل، ورجع بيته وهو مرفوع الرأس، وعرف إن السفر ما كانش بس عشان يجمع فلوس، ده كان عشان يجمع كرامة ما سمحش لحد يدوس عليها. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي تبيعك عشان قرشين بتتباع هي بقرش في أول سوق فضيحة، والحق دايماً بيفوق في الوقت الصح.